فريق آخر كالإخوان المفسدين أو ما شابههم من جماعة التبليغ وغيرها الفرق الضالة في هذا الزمان، وللأسف لهم أتباع كثر، يقولون لك تفسير توحيد الحاكمية مثلا. نعم، الحاكمية لله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة في القرآن، لو لم يكن منها إلا الآية 50 في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لكفت. فكيف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الأخرى فأولئك هم الفاسقون. وكيف في الشورى يقول الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويوسف عليه الصلاة والسلام كما في سورة يوسف يقول: إن الحكم إلا لله، بهذا الأسلوب الحصري. لكن هل معنى هذا يفرض تقسيم التوحيد الحاكمية بقسم كما فعل سيد قطب وشيخه المودودي والندوي وغيرهم من هؤلاء الذين حصروا كلمة التوحيد في الحاكمية، بل يقولون أخص خصائص المعنى كلمة لا إله إلا الله توحيد الحاكمية، حتى وقعوا في الضلال المبين وكفروا الأمة واستباحوا دماءها وظنوا وحكموا على المسلمين مجتمعات كاملة يحكموا عليها بالكفر، حتى في العصور الزاهرة بني أمية وغيرهم وكذا وكذا. الله أعلم. فانظر لنفسك يا عبد الله، يفسرون لا إله إلا الله بالحاكمية وغلوا فيها حتى وقعوا في مذهب الخوارج. والله وقعوا في مذهب الخوارج، وما عانت الأمة في القرون المتأخرة إلا من هذا الفكر الضال. مثلا سبحان الله، هو الإنسان لو يرجع إلى بعض ما في كتبهم، المسلم على الفطرة الذي لم يقرأ يوما كتابا سيشمئز مما في هذه الكتب. خذ مثلا إيش عقيدة المسلمين في الأنبياء والرسل؟ صفوة الخلق. من تنقص نبيا واحدا يقول ابن باز ردة مستقلة، سبوا الأنبياء. وراجع رسالة السيوطي تنزيه الأنبياء عن أفعال السفهاء وما شابه هذا الاسم. ومعروف هذا. تخيل نبي تستنقصه، أفضل الخلق. إذا كان هان عليهم الأنبياء ولا يغارون لهم ويغارون لسيد قطب أو شيخه المودودي أو غيرهم من أئمة الضلال، فلا تستعجب يا أخي. هم لا يغارون على أنبياء. أنا حصل واضغط على أعصابك، سنأتي ببعض الكلمات في هذه الكتب، وامسك أعصابك ولا اضغط عليها. ثم تجدهم هني في مثلا يوصون بكتاب سيد قطب ظلال القرآن. اسمع الآن، تعال ناخذ 5 مجموعة من الأنبياء: سليمان أو داود أو يونس أو نوح. أبو الأعلى المودودي طبعا هذا صاحب الجماعة الإسلامية في باكستان، معروف، عنده أتباع كثر جدا، وهو يعتبر الشيخ. في كتاب ظلال القرآن يكاد سيد قطب دائما يثني عليه، ذكره كذا مرة، وذكر له تقريبا 12 كتاب في هذا الكتاب، يعني ضال يدل على ضال. تسمع ماذا يقول هذا في كتابه الشقيقان. اسمع الآن. لما جاء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، نوح أول رسول إلى أهل الأرض ومن أولي العزم من الرسل، هذا مرتبته عند المسلمين جميعا. نوح حتى يوم القيامة لما يشفع الناس يأتون نوحا: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماه الله عبدا شكورا. انظر هذا ماذا يقول فيه: غلوا في السياسة والحاكمية حتى أوصلهم الشيطان إلى هذا القول. قال عن نوح لما سأل عن ابنه في سورة هود وكذا: يا بني إن ابني من أهلي. ماذا قال؟ قال: أخذت نوح هنا العصبية والقومية. استغفر الله العظيم. نوح نبي من أولي العزم من الرسل تتهمه بهذه الأوصاف. الثانية يونس عليه الصلاة والسلام، ذكره الله في القرآن ومعروفة قصته عند الناس جميعا، بل سورة كاملة باسم سورة يونس، 6 صور من صور القرآن بأسماء أنبياء. يونس عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة عندما رفع الله البأس عن قومه لما أيس من إيمانهم وكذا، علماء التفسير ما منهم أحد تعرض لجانب يونس بكلام لا يليق، أقل ما يقال كلام لا يليق. بل الرسول صلى الله عليه وسلم حديث خاص يقول: لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. ماذا يقول في يونس هذا المودودي؟ يقول: قصر في الدعوة. لا إله إلا الله. نحن نشهد الله بأن الرسل جميعا بلغوا البلاغ المبين ولا يقال فيهم إلا الجميل من القول. يأتي هذا يقول عن يونس أنه قصر في الدعوة. طبعا هذا الشيخ طبعا المودودي. تعال لي 2 أنبياء: نوح بالعصبية والعاطفة، قال عاطفة، أخذته العاطفة لابنه، أخذته العاطفة أن سأل ربه عن ابنه. أما هذا يونس ما كمل، صابه تقصيرات في الدعوة إلى الله. تعال الثالثة، وهذه اللي تشد فيها أعصابك شوية: سليمان. ما كفانا أن اليهود اتهموه بالسحر والله برأه ودافع عنه، وما كفر سليمان عليه الصلاة والسلام من أوتي الحكم والنبوة، بل سليمان تحديدا أوتي حكما لا ينبغي لأحد من بعده، وأوتي حكما مش إلى جانب الملك، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أعطاه الله الحكم
أعطاه الله الحكم، قال الله فيه وفي أبيه داود وآتيناه حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. تعرف قصة سليمان وملكة سبأ لما عرض عليهم الإسلام وكانوا يعبدون للشمس من دون الله، فقال لما ردوا عليه كذا قال من يأتيني بعرشها، فقال الأول قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب قال ماذا قبل أن يرتد إليك طرفك، فجاءه بالعرش من اليمن إلى الشام. قدرة الله. وآية لموسى، آية لسليمان عليه الصلاة والسلام. وبالرغم يقول سليمان إيش؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ما أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ماذا قال تتوقع سيد قطب في هذه الحادثة؟ كأن الروايات الهابطة السافلة اللي عاش سنين هو في أمريكا 15 سنة، طبعا كان في مرحلة الشك، وهذا بشهادة أقرب الناس إليه. أكثر واحد غالي في سيد قطب اسمه صلاح الخالدي، حتى رسالة الماجستير والدكتوراه في فكر سيد قطب، معروف هذا، يشهد له بهذا الضياع في 15 سنة. ماذا يقول الرجل؟ أفضى إلى ربه. هذا التراث المتروك الآن ويغلى فيه ويدافع عنه، ودمر الأمة ودمر الشباب. انظر ماذا قال في سليمان، قال يظهر ويبهر المرأة بقوة المال والجمال. يا أخي شابة، وصل بهم الحد إلى أنبياء الله يصفونهم بهذه الصفات السوقية. نبي مكرم أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطاه حكما هو وأبيه داود، يصف مسال الكلمة ومزالة. يعني أراد سليمان أن يبهر المرأة بما عنده من كذا وكذا. شوف الثانية، وسليمان ابن داود الذي عنده 100 نعجة واختار واحدة. اشتفى منها. ومعروفة قصة النعجة في الإسرائيليات طبعا من تنزيه داود عليه الصلاة والسلام 100 امرأة، في القصة الباطلة التي تطعن في نبي الله داود. قصة باطلة أن داود وقع في هذا، عنده 100 مرأة وطمع في، استغفر الله من حكاية هذا الكفر. داود الذي وصف بأنه أعبد الناس، رسولنا محمد قال لنا داود أعبد الناس، كان يقسم الليل، ينام سدس ويقوم أوله ثم ينام سدس ثم يقوم آخر الليل، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. داود أتيناه الحكمة وفصل الخطاب. داود يصفه هذا بأنه في أمر النساء، ما نستطيع أن نوضح أكثر من ذلك. ثم يؤتى له الأستاذ الكبير، ويفسرون كلمة لا إله إلا الله بالحاكمية، ويوقعون الأمة في أنهار الدم. لو كان مسلم يغار لله ويغار لأنبياء الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن يقل هؤلاء الكلمات في حق أنبياء الله ينبذهم نبذ النواة. هؤلاء الأخوان المفسدين لا يغارون، نبي تكلم فيه ما في بأس. وأيضا في موسى الذي كلمه الله تكليما، الذي قال الله فيه وألقيت عليك محبة مني، اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. آيات عظيمة في حق موسى عليه الصلاة والسلام، أكثر نبي ذكر في القرآن. يأتي هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، ايش يصفه؟ بالمندفع العصبي، المندفع العصبي المزاج، ويصفه بالتعصب القومي والاندفاع العصبي. هذا في حق نبي الله موسى. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظة، قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. بالله قارن كلمة حديث الرسول مع قول سيد قطب هذا. وبدر يونس قارن قول النبي وصيته لما قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، وبين كلام المودود في يونس عليه الصلاة والسلام. تخيل موسى يوصف بأن تعصب قومي، قومية يعني لما قتل الرجل معروف، أو مندفع عصبي المزاج. وبعدين يقول لك في آخر السطر وهذا حال العصبيين. بالله عليك، رجال يقولون هذه الأقوال في صفوة الخلق، تستغرب أن يتكلم في عالم من العلماء الكبار أو كذا. فامسكوا غرز أهل السنة يا شباب الإسلام، إن هذا العلم دين، فاعرف عن من تأخذ دينك. عبر القرون كلها قالها محمد بن سيرين المتوفى سنة 110، اعرف عن من تأخذ دينك. هل هذا ناصح للأمة الذي يوصي بكتب هذا الرجل؟ فضلا عن طبعا ضلالته الأخرى. يكفيك الأنبياء الآن، يكفيك. تعال الصحابة اللي هم خير الخلق بعد الأنبياء، لما رأوا، أظن في المسجد عمرو بن العاص صح رضي الله عنه، عمرو بن العاص هذا يصفه سيد قطب بالكذب والنفاق والغش والخديعة وشراء الذمم وألفاظ أخرى في كتابه العدالة الاجتماعية. ربما بعض الناس يقول لك ايش تقول أنت؟ تعال نوروا لك بالصفحة والسطر. يصفه هو ومعاوية خال المؤمنين
كاتب الوحي، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه غشوا للأمة. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل من كتبة الوحي كذاب ومنافق ومخادع ويشري الذمم وغير ذلك. لا إله إلا الله. وكأن الله لا يغضب لرسوله. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عمرو بن العاص هذا العاق، لولا عمرو بن العاص، طبعا لولا هنا سببية، كما قال النبي لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، أو كما قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. حديث كثيرة فيها كلمة لولا، والأمر كله من الله سبحانه وتعالى سببا ومسببا. الشاهد لولا عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة الكرام، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أو عقبة بن عامر اللي وصل للغدامس، أو أبو رويفع اللي في البيضة، ما وصل لنا الإسلام. ثم يأتي هذا العاق ويصفه بهذه الصفات اللي هو كلام الروافض، كلام الشيعة الروافض. وحق له أن يجعل له طريق يسمى طريق سيد قطب في طهران، طهرها الله من الروافض. تتوقع الروافض يسموا اسم عالم إسلامي من العلماء على شارع في طهران، ولا يجعلوا له البسط، ولا شيء يقولوا له البريد مش عارف يسموه فيه الطابع البريدي على صورته، إلا لأنه يسب عمرو ويسب معاوية ويسب هند التي بوب لها الإمام البخاري في الصحيح باب ذكر هند، وذكر لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك كانت تقول الله للرسول أبغض الناس إلي كذا وكذا، أما الآن فأنت أحب الناس إلي يا رسول الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يثني عليها، وهذا يقول هند ويصفها بلفظة والله لا أستطيع أن أقولها مع صديقي سيد قطب هذا، ويقول معاوية بن هند، ما يقول بن أبي سفيان سوقي. ويقول لك الأدب، أي أدب هذا؟ ما تأدب مع الأنبياء وما مع الصحابة ولا مع، سبحان الله رب العالمين. استطردنا شوية لكن بنرجع لك. خذ إن هذا العلم دين، لا إله إلا الله كيف عرفها العلماء وبينوها لنا، وبينوا شروطها وبينوا ركنيها نفي وإثبات، وشروطها السبعة لكي تكون من أهل التوحيد، لكي تجد ما تجيب في القبر، لكي لا يثقل ميزانك بلا إله إلا الله. تعلم جميعا أن الرسول أخبرنا لو أن الكائنات كلها المخلوقات في كفة، السماوات وعميرها في كفة والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت لا إله إلا الله. وأيضا حديث آخر: رجل عنده سجلا 99 سجلا من الذنوب، السجل الواحد منها مد البصر، لو وضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت لا إله إلا الله.